لا أمل لسفينة الأمل الليبية في الوصول مع حمولتها من المعونات الإنسانية إلى شاطئ غزة ما دامت إسرائيل تصر على موقفها المعلن، الموقف الذي أكده وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان للمسؤولين في كل من اليونان التي أبحرت منها سفينة الأمل، ومولدوفا التي ترفع هذه السفينة علمها، بالإضافة لمصر التي تريد إسرائيل أن ترسو السفينة في مياهها أو ستقودها إلى إشدود إن حاولت الوصول إلى غزة بدل ميناء العريش المصري. هذا الموقف عاد عليه الوزراء وهم يهمون بالدخول إلى الجلسة الأسبوعية للحكومة. إسرائيل لم تغير سياستها، وهي سياسة واضحة، إذ لن يسمح لأي سفينة بالوصول إلى غزة، ومن يريد إرسال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة عليه أن يفعل ذلك من خلال ميناء أسدود. وهناك بين الوزراء من لا يشرع دخول البضائع إلى غزة دون الإذن الإسرائيلي. هذه التصريحات سبقت إعلان رئيس الوزراء على مسامع وزرائه أنه لمس تفهما واسعا للموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بغزة. لقد وجدت تأييدا واسعا لقرارنا القاضي برفع الحصار المدني عن غزة والإبقاء على تشديد الحصار الأمني، وهناك تفهم بأننا نقوم بما يلزم لمنع إدخال السلاح والصواريخ والقذائف إلى غزة لاعتبارات أمنية تخص دولة إسرائيل ومواطنيها. نتنياهو أدلى بذلك في سياق تقرير حول مباحثاته مع الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي، والمباحثات التي ينوي إجراءها مع الرئيس المصري يوم الثلاثاء المقبل في مصر، والتي تهدف كما قال إلى التقدم نحو المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين. إسرائيل إذن باقية على سياستها بمنع وصول المساعدات عبر البحر إلى قطاع غزة المحاصر، ولا جديد في ذلك، لكن الجديد أن يجد نتنياهو كما قال تفهما واسعا لسياسته، وهو ما ينذر بأنه إنما يريد المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية مظلة لتشريع الحصار دوليا. وليد العمري، الجزيرة، القدس الغربية.